كابتن خالد الغندور ليه تصريح بيقول ان اتحاد الكرة عمال بيأجل مباريات للنادي الاهلي في الدوري عشان بيمثل مصر. ولما المنتخب الاولمبي طلب لعيبه من النادي الاهلي رفض. فين اسم مصر يا جماعه؟ بالنسبه للتأجيلات يا كابتن خالد، اللائحه بتقول ان اي فريق بيلعب داخل مصر بيريح يومين وبيلعب في اليوم الثالث، ولو هيلعب خارج مصر بيريح 3 ايام وبيلعب في اليوم الرابع. انا اتحداك واتحدى اي حد في المنظومه كلها من ساعه ما اللائحه دي اتطبقت تقريبا من 3 او 4 سنين ان يكون تم تاجيل اي مباراه للنادي الاهلي بالمخالفه للائحه دي، في الوقت اللي الزمالك اتاجل له لا يقل عن 3 مباريات في الموسم ده بالمخالفه للائحه دي عشان خاطر كلمه اشمعنى الاهلي. بالنسبه لمواقف النادي الاهلي مع المنتخب، فاكيد حضرتك فاكر مش ناسي ان النادي الاهلي لعب في كاس العالم للانديه بدون لعيبته الدوليين عشان خاطر منتخب مصر. لو نادي الزمالك اللي بينافس على الدوري وعنده ضغط المباريات اللي موجود فيها النادي الاهلي واتاخد منه لعيب واحد بس في المنتخب الاولمبي ومن حقه ان هو يرفض، كنت طلعتوا تعيطوا وتقولوا ان في مؤامره على نادي الزمالك. انا نفسي يا كابتن خالد اشوف لك منشور او فيديو او تصريح يكون اسم النادي الاهلي مش موجود فيه، لكن لو انت عملت الكلام ده لا هتحقق مشاهدات ولا حد هيشوفك، لان اسم النادي الاهلي بيعلي اي حد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.